right there on top of the moon. We could sit and do. السلام عليكم ناسي وحبابي. جيتكم اليوم بالجزء السادس والأخير من حكاية أبو الحسن علي بن بكار وشمس النهار مختارة الخليفة هارون الرشيد. كنا حبسنا في المرة اللي فاتت كي راح التاجر المجوهراتي في زيارة للأمير، صابوا في حالة يشف العدو، مكسل يترعد وحدو وحدو مكمش في سريرو. الخدام ديالو قالو ملي تفارقتو يا سيدي لقمة ما درها في فمو وكلمة ما قالها. طلب منهم التاجر يحضروا الماكلة وشاف الأمير وقالو على وجه ربي يا أمير قوة روحك شوية، ما تجيش هكا، لازم عليك تتقوى وتتشجع ما تفشلش. دارلو الأمير بخاطرو لا لا ناطق لا شوية، وكي حس روحو مليح شكر التاجر على الخير اللي دارو معاه من نهار اللي تعرف عليه، وأسفو الكبير على الخسارة اللي لحقاتو وراح يعوضو على كل شي. وقبل حتى ما يهدر التاجر ويقول له أنه يكتر خير شمس النهار ما خلت ما بقات وفات وكفات الحمد لله، كان الأمير أمر الخدامة ديالو يديروا الواجب ويدوا الآتات المخير اللي عنده وكامل وش خاصه في الدار التانية ويحطوه فيها. الحصون شكر التاجر الأمير ومن بعد سقساه الأمير على أخبار شمس النهار. التاجر حكالو على كامل الشي اللي قالته له الجارية المفضلة لشمس النهار، وكي كمل التاجر قعد الأمير غير يتنفس بعمق ويتنهد ويبكي والتاجر يصبر فيه. كي ناض التاجر باش يروح لدارو شدو الأمير يبات في دارو وهما يقصروا ويحكوا حتى وين طاح الليل. والصباح كي كان التاجر رايح جاز لغرفة الأمير يزيد يطلع عليه ويشوف حوالو. قال له الأمير شوف يا صاحبي، كل واحد في هاد الحياة عنده هدف عايش على جاله. مثلا العاشق عايش ويتنفس على حب حبيبته ولو كان تخطيه يموت. أنا هكاك راهو صاري لي يا خويا، على هاديك راني حاس باللي نهايتي قربت. التاجر قعد يصبر فيه ويعطيه في الآمال، ومن بعد قال له لازم عليا نروح، تقدر تجيني الجارية وما تلقانيش. عليها راح التاجر، وكي وصل المحل ديالو ساعة من الزمان جاتو الجارية وهي تبكي وتنوح في حالة. شافها تخلع قال لها وش كاين يا لالا، وش بيك في هاد الحالة، ياك أميرتنا لاباس؟ تكلمت الجارية وقالت له رحنا فيها يا سيدي، رحنا فيها أنا انت الأمير والأميرة. دوك نحكي لك الخبر اللي سمعته كي دخلت البارح من عندك للقصر. واحد الجارية عاقبتها الأميرة على أخطائها وبقى فيها الحال، وراحت حكات لواحد الخدام من الحراس وهربوا للزوج القصر الكبير، وقيل راحوا خبروا الخليفة على كل شيء. والغدا من ذاك بعت الخليفة 20 خدام باش يدوا شمس النهار، وانا لقيت كيفاش نهرب ونجي نخبرك تقول الامير باش يكون موجد روحه لوش قادر يصير. كملت الجارية الهدرة وخرجت تجري. تاجر بقى مدة مسمر في بلاصتو، وكيف طن مع روحه خرج يجري قاصد دار الامير. حكالو عالشي اللي كان وقالو لازم عليك تخرج من البلاد يا امير وتعتق الروح، وحتى انا نجي معاك ندو اللازمة وشوية خدامة والعواد ونروحو. الامير اعطى امر وجدوا كلش وشدوا الطريق بعد ما ودع ميمتو وراحوا. النهار والليل وهما يمشوا، وكي صبح الحال قالوا نريحوا شوية، وحتى العواد عياو من الطريق كامل كلاو شوية وبلوا ريقهم وهما قاعدين يرتاحوا، حتى هجموا عليهم جماعة من السراقين ضربوا معاهم بكل شجاعة حتى وين ماتوا جماعة الأمير وبقى غير هو والتاجر، وكانوا مجبورين يستسلموا. السراقين ما دناوش ليهم ولكن اداو كل شيء حتى حوايجهم اللي لابسينهم من الفوق وهربوا. التاجر والامير بقاو يشوفوا في بعضهم، ومن بعد تكلم الامير
وقال: أنا ميت ميت، هاك ولا هاك، لو كان قعدت في بغداد ومت خير لي قدام ناسي وأهلي. بقى التاجر كي عادته يصبر فيه ويقول له: تقدرت من عند ربي سبحانه. ومن بعد بداو يمشوا حتى وصلوا لواحد المسجد، قعدوا فيه حتى وين جا واحد الراجل باين عليه ناس ملاح، شافهم قاعدين في كوانة حاشمين بالملابس الدخلانيين، وقال لهم: باين عليكم براوية. قال له التاجر: أنعم يا شيخ. وحكالو عالشي اللي صرا لهم مع السراقين. عرضهم الراجل الطيب لدارو وعطاهم ملابس تليق وتناسب وحط لهم الماكلة والشراب، ولكن الأمير لقمة ما جازتلوش. التاجر بدا حقيقة يخاف على حالته، يحاول فيه ويحلل باش ياكل، والو. الراجل الطيب من وقت لوقت يطلع عليهم ويشوف كش ما ناقصهم. التاجر شاف أن الأمير بدا يتنفس بطريقة غريبة بسرعة وحالته تخوف، عيط للراجل اللي مستضيفهم يعاونوه ويسعفوه. الأمير قال لهم: ما تقلقوش رواحكم، بقولي دقايق برك ونموت، يا ريت مت بين يدين ميمتي العزيزة، حشمتك بربي يا صاحبي تقولها تسمح لي وسلم لي عليها بزاف. واشكر الراجل الطيب على خير اللي داروا معاهم، وغير كمل كلامه: دار بأمانته، لله ما أعطى ولله ما أخذ. مات الأمير وراحت معاه حزان وغبينته لقبره. شاف التاجر قافلة كبيرة رايحة لبغداد، طلع معاهم والدموع في عينيه. كي وصل لدارو بدل ملابسه وقصد دار الأمير وطلب يشوف يماه. كي مدولو الإذن يدخل لقاها قاعدة والجاريات قدامها. كي شافته وشافت حالته فهمت باللي الخبر اللي جايبه لها ما يفرحش. سبقاته في الكلام وقالت له: وش بيك يا وليدي، علاش راك في هاد الحالة؟ جاوبها بالسيف وهو حزين وقال لها: البركة في راسكم يا ميمتي، ربي دا أمانته والأمير تعيشي انتي. ما جاي يكمل كلامه حتى بدات يمات الأمير تبكي وتعيط على خسارة وليدها وهو شاب صغير. وباللخ تاجر الأمانة والكلام اللي قاله له قبل ما يموت والرغبة ديالو يتدفن في بغداد. خرجت يمات الأمير تجري وهي تبكي، وطلبت من الخادم يشدوا الرحال للمكان اللي كان فيه وليدها المرحوم، بعد ما مدلها التاجر المكان وين جاي بالضبط. وخرج وخلاهم على قلاع. التاجر يمشي ويبكي حتى وقفت مرة قدامه لابسة الكحل، شافها عرفها أنها جارية شمس النهار، تبكي وحالتها حالة. ما قال والو، كمل يمشي وهي موراه حتى وصلوا للدار. وقال لها: حتى انتي وصلك الخبر أن الأمير دايم ربي؟ وتترتق الجارية بالبكاء وقالت: جيت نخبرك على الخبر الحزين ديالي، لقيت حزن منه يا ربي. وهي تبكي وبحرقة وقالت له: أميرتي تاني ماتت، وش هاد المكتوب؟ تحابوا في الدنيا وحتى الموت ماتوا نهار واحد. وهي والتاجر يبكي وقالت له: احكي لي وش اللي صار. حكى لها التاجر على كامل واش صرا، من الدقيقة اللي خلاته فيها حتى وين خلى يمات الأمير رايحة تجيب جثمان وليدها مسكينة. وكي كمل قالت له هي: يا سيدي، كي خليتك ورحت دخلت للقصر الكبير باش نلحق لالا شمس النهار، وهي حكت لي على كل شي. كانت في جناح قدام جناح الخليفة هارون الرشيد، قالت لي أنه الخليفة علم بكل شي، وكانت تسنى منه يطير راسها ويطلب يجيبوله الأمير ويزيد يخلص عليه هو تاني. ولكن صار العكس، الخليفة علم بكل شي عليها وعلى الأمير وبحبهم الكبير، وعدرها وقال لها: نعلم شحال تحبيني وتقدريني، نطلب منك من فضلك اليوم توجدي لنا سهرية كي عوايدك. وحطها في الجناح اللي قدام جناحه. دارت أميرتي اللازمة، وديك العشية دخل الخليفة تحت نغام العود وغنى جاريات شمس النهار، شدها ميدها وقعدها قدامه في الأريكة، وهي تخمم أنها خلاص
تحبست وما راحش تقدر تتحرك ولا تشوف أميرها. داخت وتسرعت وطاحت من الأريكة. حنا عم بالنا كيما المرة اللي فاتت، لكن هاد المرة غير. ماتت مولاتي أميرتي اللي حياتي سبلتها على جالها العزيزة الغالية. الخليفة بكى بطريقة ما تتصورهاش العقول، ودفنها في قبر مخدوم خصيصا ليها واللي هي خيراته في حياتها. كي كملت الجارية كلامها قالها التاجر: اديني لقبرها يا لالا الله يحفظك. داتو الجارية وتخلاه بالناس والغاشي، رجال ونساء اللي كانوا قدام الضريح ديالها. والتما قالت له: أني رايحة نستنى يمات الأمير، أروح معايا من فضلك. كي وصلت القافلة تاع يمات الأمير بجثمانه، الجارية تحلل في يماه يدفنوهم مع بعض، بحكم أن الخليفة ما راحش يمانع لأنه على علم بالحب الكبير اللي كان جامعهم. وحط الجارية هي المسؤولة على الضريح. قبلت يمات الأمير ودفنوهم مع بعضاهم وودعوهم ناسهم وحبابهم بكل حزن وأسى. المثل يقول: إن لم يقتلك الحب لن يرحمك النسيان. حتى ولو عاشوا راح يعيشوا بعيد على بعضاهم حياتهم كامل، وباش تنسى إنسان تحبه مستحيل. تحبوا في الدنيا وراحوا مع بعضاهم عند خالقهم. ناسي وحبابي، هذه كانت حكاية أبو الحسن علي بن بكار أمير الفرس وشمس النهار وفضلة الخليفة هارون الرشيد. سمحولي لكن طولت شوية عليكم، حبيت نسرد ونحكي بطريقة تليق بيكم. خليت لكم الخير والربح إن شاء الله، تبقوا على خير.